بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المجلس رقم 27 من مجالس علم الفرائض في هذا المسجد المبارك، مسجد أبي على الزواوي رحمه الله بالمدينة الجديدة تيزي وزو الجزائر. مثلا تسميليث 27 تسميليث ثنقروث في علم الفرائض. علم الفرائض ما كندينا نبي وش فيه صلى الله عليه وسلم، نتعلم الفرائض وعلموها الناس. إذن سيدا غدينان سلم ذث علم الفرائض أغرثت تصغرم قرني مغارزيك إن شاء الله تصغرم وتصغرم. العلم علم الفرائض يسعى طبيعينس لا ناتور. طبيعة علم الفرائض هو علم حسابي رياضي، بمعنى فكي بارمي سي كاركتيرستيك من ضمن خصائصه أنه علم حسابي رياضي. ذيكس الحساب ذيكس اللي مات ذيكس الرياضيات. ميدنيغ ذيكس الحساب يستجيب لجميع احتمالات الدنيا، يا كل probability du monde. خاطر لو كذا كينيغ حسب زيغ خدميد الاحتمالات. غادي نضيموت الفلاني جد الفلاني تلقى الفلان تلقى، وبعدين عود الاحتمال الثاني ثيكوا ذي مثل الاب، ثيكوا ذي الام، ثيكوا ذي الزوجه، ثيكوا ذي الزوج، ثيكوا ذي البنت، ذي اللي ثيكوا ذي اللي سنميس، ثيكوا ذي ميس نميس، ثيكوا ذي اللي سقليس، ثيكوا ذي ولتماس تشقيق، ثيكوا ذي ولتماس باباس. يعني لا حد لها، احتمالات لا حد لها. ولكن علم الفرائض يستجيب لجميع الاحتمالات الممكنة في دنيا الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المثل يردونيث حتى تختم الدنيا هذه كل احتمالات. اتصوروا شحال احتمالات يزمد يضروا. علم الفرائض يستجيب. الأمر والسين مدنيغ رياضي. مثلا آية من الآيات لا تفهم إلا بالرياضيات وبالضبط بالمعادلات ذات المجهول الواحد. ربنا علم الفرائض في آيات، مثلا الآية 176 من سورة النساء، الآية 7، الآية 11، الآية 12. مثلا الآية 7 وما بعدها: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بعد المدينة ربي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، 2/3 وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني ربي ذاقي مثلا إنات لانت الاحتمالات دا ما يوثي قلان تمطوث ثمطوثاكي تزمرات سيلي ذي الليس بنت، تزمرات سيلي ذي الليس نميس بنت الابن، تزمرات سيلي ذي ولتماس أخت شقيقة ولتماس تشقيق، تزمرات سيلي ذي ولتماس بافاس أخت من جهة الأب وكذا من النساء. ولكن إذا كان أكثر من 2 أكثر ذا شو دينا ربي سبحانه فلهن ثلثا ما ترك. ما ثلا يوث أتساوي 1/2 النصف، ما إلا لان تسناثن أكثر أذاوين 2/3 2/3. يا أخي القرآن ربي فذرد النصف فذرد الثلثين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، 2/3 وإن كانت واحدة فلها النصف، 1/2. كيف نفهم الآية؟ لا يمكن أن تفهم إلا بالمعادلات ذات المجهول الواحد. يعني النصف زائد س إكس يساوي 2/3، 2/3. هذا هو النصف. أرنوياس س مجهول إكس مجهول إيقال يساوي 2/3، 2/3. صافي كيقارن استقل المعادلات ذات المجهول الواحد. ربي سبحانه لم يذكر السدس لو 1/6 ما ذكرش، خلاه لنا ولكن لا يمكن أن نستوعب
هذه الآية الفرضية في علم الفرائض إلا باستخدام قواعد الرياضيات وبالذات المعادلات ذات المجهول الواحد. تزرى مامك ان دومين نصف زائد اكس يساوي دو تير، وتعرفوا العملية الرياضية شرحناها هنا في مجلس من مجالسنا السابقة. إذن فهو علم رياضي يسعى الخاصية النظام ذا شوت أن علم الفرائض يقوم بنقل المواريث والتركات من المورثين إلى خلفائهم إلى ورثتهم بطريقة سلسة، بطريقة عادلة، إلى أن تقوم الساعة. معنى سيدي ربي ذنتي قفضان تركة يمذانا، هذا ذنتا يقفضان تركة يمذانا. ثمسلة النظام ثشرعيث ثناد أيها الناس عندكم الحق تتصدقوا في آخر أيامكم. أي واحد قبل ما يموت يتمنى يتصدق بكل شيء، صدقة جارية على الروح نتاعو ولا روح والديه، على أن يودع الدنيا. ولكن الشريعة تقول له حبس، عندك حق الثلث، أما الثلثان هذه حصة أو نصيب مضمون محصن، نقول تحصين حقوق الورثة بالنسبة للثلثين. معناه تستامون وصية، تستامون وصية في حدود الثلث لو ماكسيموم، يعني أقصى حد. في حديث سعد بن أبي وقاص مسينا النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. وفي حديث آخر إن الله تصدق عليكم بثلث، ثلث يعني أنتير ثلث، بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم في حسناتكم فضعوه حيث شئتم. نفهم من هذا الحديث أن الوصية غير محدودة في المستفيد. من هم المستفيدون؟ غير محددة. يأتي حديث آخر طبقا للمنهج النبوي في استيعاب وفهم السنة النبوية من خلال استحضار جميع النصوص ذات الصلة بالموضوع. تقيل ميثودولوجي علم المنهجية لازم استحضار جميع النصوص، وإلا ستظلم يقينا. لو كان طبق القرآن وحده الوصية مطلقة. ربي قال في سورة النساء الآية 12 من بعد وصية توصون بها أو دين. الوصية تستامون ماهوش محددة، ممكن الإنسان قبل ما يموت يخلي كلش الفقراء والمساكين والمرضى الجوامع في معمرين يتبرع بكل شيء. ولكن الشريعة تقول لا، ما ورد في القرآن الكريم على وجه الإطلاق يقيد بالسنة النبوية الصحيحة. من هنا جاء التقييد لو انتير ثلث، ثلث لو ماكسيموم. باتفقنا الثلث والثلث كثير. ممكن تقول لي مالا كيفاش ندير؟ نخلي وصية لواحد من الأولاد، واحد من الورثة، تخلي له وصية، والوصية متى تنفذ؟ ليس مثل الهبة دوناسيون، لا، تستامون تطبق الوصية بعد وفاة الموصي، أي تتراخى آثارها إلى ما بعد وفاة الموصي. من المرة نطبق الوصية ما يمثل بافيس. ممكن أحد الورثة يقبين الوصية من مي يموت فافاس أسنيني وثمثنيس ياكل الورثة حبسو وفطو ثارة تريكا ألما بويغ الوصيينو ضربي دينان، ربي دينان من بعد وصية توصون بها أو دين. المعنى يس الأبني يفضل يمس قراويس الفياض ذميس نغذي الليس والشيا قد يوي أغفل ذم قران يغال ماشي جاد تريكا، إيجاد تريكا إيجاد شوال وراني خمس السولة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذه المسألة دائما بنفس بالمنهج نفسه، فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا بمعنى أيها الناس ما تخليوش لي تيستامون للورثة، الوصية الورثة خليوها للناس أخرين.
الفقراء، المساكين، الجامع، ثم عمر، سبيطر، مستشفى، مدرسة، جامعة، مركز بحث علمي إلى آخره. طيب فرضا إذا كان الأب غلط، إما ترك الوصية لأحد الورثة، غلط بالزيادة، هو عنده مثلا 12 هكتار وخلى وصية 6 هكتارات، 6 معنى النصف، كي يموت حنا شرعا وقانونا طبقا للقانون لا لوا 94/11 القانون 84/11 المعدل والمتمم بالأمر 05/02 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005. طبقا لهذا القانون وطبقا للشريعة قبل ذلك نطبق الوصية في حدود الثلث، والزائد عن الثلث يكون موقوفا على إجازة الورثة، إذا أجازوه نفذ وإذا ردوه يرد. يعني 12 هكتار 12 هكتارا الشرعي ناد أدنكس كان 4 لو انتيرن 12 ماشي 6، انت يجا 6 هكتارا انت يكسب كان 12، ما إلا يجا 6 هكتارا المعنى أكثر من النص، أكثر من الثلث. أدنيني نطبق في حدود 4 هكتارات تنفذ الوصية، الزائد يعني هكتاران نخليو الورثة بحرية إلى قصنف كما يسمى بالرضا المعتبر، بلا لابريسيون، بلا ضغوط، بلا الشونطاج، بلا والو. قال يا الورثة اجتمعوا وحدكم اعطيونا القرار، إذا كان وافقوا كونفيرمي خلاص نطبقوها في 6 يديو كاع 6 هكتارات. أما إذا كان ما وافقوش الزائد خلاص لا يطبق بكل سلاسة بدون شوال ولا مشاكل. إذن علم الفرائض عنده هذه الخاصية. خاصية أخرى أختم بها أنه علم واقعي يضع الحلول لجميع المشكلات الممكنة بين الناس وأكبر نزاعات البشر حول المواريث. السجل الآن بالإحصاءات الرسمية معظم المنازعات المطروحة على جهاز القضاء بجميع مراتبه يتعلق بالعقار لفونسي، خاصة المواريث. الله غالب ذاكي سينا مذياز إن يستساد الموت الحرف الثاء الصورة يوثه ثوثة الروح يساعد المرثى لا تسسن الورثة كل يونكن يتمني. لذلك ربنا وهو أعلم بنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. جمع بين العلم والحكمة، العلم المطلق الذي يستوعب جميع مسائل الدنيا بلا حدود، إنه كان عليما حكيما. حكمة الله تضع الأمور في نصابها بشكل لا يمكن أن يوصف، فعلم الفرائض يحمل من الأسرار ما لا نحصيه عددا. لذلك ربنا عز وجل وزع الثلث، الربع، السدس، الثمن. طبعا فصلنا في جميع المحاور الكبرى، المحاور الكبرى ذات الصلة بهذا العلم الجليل علم الفرائض، ولكن ربنا يعالج نفوسنا ويزرع فينا القناعة، فقال في هذه الآية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. اسم الفريضة إن الله كان عليما حكيما. في هذا المجلس الختامي نختم مجلس اليوم بموضوع أو علم الفرائض في مجلس اليوم بعنوان المناسخات. المناسخات أعقد قضايا الفرائض في مجال المناسخات. ما معنى المناسخات؟ باختصار دون تفصيل،
كلمة النسخ لغة المراد بها الإزالة، إزالة الحكم السابق بحكم لاحق. كما تعلمون هذا علم من علوم القرآن الكريم، فهذا معروف. هذا من حيث اللغة. من حيث اللغة أيضا كي نقول تناسخت الأيدي الأموال أو التركات، معنى تناقلت الأيدي التركات من مورثين إلى ورثة، والورثة يتحولون إلى مورثين، وهكذا إلى أن تأتي هذه الفريضة الجامعة التي تضع حدا نهائيا بطريقة علمية رياضية عادلة لحل إشكالات المناسخات. كيف يتحقق المناسخة؟ مثلا شخص مات في 1930، مات شخص وترك، اشفوا على التواريخ لأنها مهمة، وترك ورثة، ترك زوجة وترك أب وترك أم وترك جد وترك بنت وترك 3 أبناء وترك مجموعة من الورثة، تشكيلة الورثة. ولكن هؤلاء ما قسموش التركة في 1930، يموت يوني جد الورثين 1930 وفضينا التركة. بعد 5 سنوات في 1935 واحد من الورثة مات، يخلي ورثة آخرين، ممكن يخلي ورثة آخرين جدد مع ورثة قدم، يعني ورثة بصنفين، صنف قديم صنف جديد. إذن نقول تغيرت تشكيلة الورثة، خاطر بعد 5 سنوات مات واحد من الورثة، بعد 50 يموت يوني جد الورثة ينس، بعد 5 سنوات مات واحد آخر في 1940 مات واحد آخر ذكر ولا أنثى، أيضا ترك ورثة، ما تمطط جد رقازي سراويس وكذا وكذا بافس ديماس، ماذا رقاز كيف جا تمطوطي سراويس سراو براويس إلى آخره. تصور في 1940 1945 1960 1980 2020 2024 2025 ضرب 2025 يعني 1446 للهجرة، شهر ذي القعدة الموافق شهر ماي 2025 مات واحد منهم. معنى شوف تعدد القبور، شحال اللي ماتوا. أنا قلت مسألة بسيطة بديتها من 1930، هذه مسألة بسيطة جدا. احنا في الجزائر وكذلك في بعض البلدان الإسلامية هناك مناسخات عندها 2 قرون ونص، وحكينا حكايات للإخوة في المجالس السابقة. آخر قضية حليناها السنة اللي فات عندها 175 سنة، 175 سنة. كيما يكون لوجيسيال، كاين لوجيسيال في علم الفرائض، لا بد من تدخل العقل البشري، لا بد من تدخل العقل البشري من أجل حل هذه الإشكالات. وقد طرحنا موضوع الذكاء الاصطناعي في لقاء من لقاءاتنا، ونؤكد على هذا المعنى بأن مسائل المناسخات في غاية التعقيد. يمكن يوصل أصل المسألة في الجامعة إلى الملايين، ماشي الآلاف، إلى الملايين. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فبالمثال يتضح المقال كما سيأتي البيان. إثمور ثنا ثيكولو في الطونارة تريكا جدي شنغ جدي يموت في 1930، يوصثني ناس أيراوي وقيم ثكا فذوكلي ثقمات ذغور فضينارا. من بعد 50 يموت يوان ذا غي جد الورثة النظام، ذا غي جسد كذي جسد جدي حاذر تتفضوم ثاقمات ثذوكلي ثواشل تتسيمغور روح
أم بعد ويتسجى سيديوا ذي 2025 أذكر واه روحو أكيني ثورة فضوثا أم كرا تفضوض وتفض ثاقي كنت حكي قرن 80 سنة 85 سنة في الحقيقة نغد إما 80 85 بالنسبة للقبور لا نسين نوفى 350 وارث 350 وارث روح فضويا سن أما تسمورث أما تزمورث مع اعتماد قواعد التخارج كما شرحناها سابقا يعني إلى قاذم سفاغا. الآن نأتي مباشرة باش نعطي بعض الأمثلة في المناسخات. الحالة الأولى حيث لا يتغير يعني ما كاينش فيه تغيير جذري في تشكيلة الوراثة. مثلا رجل مات ترك أما وأربع إخوة ماشي أبناء إخوة الشقاء يموت يونيجاد يماس يجاد 4 بوثماثنيس شقيقا ورفضينا راه ثقيم تريكا كني ما قسموش. بعد 20 سنة واحد من الإخوة مات صافي واش صرا ترك أما وثلاثة إخوة 3 إخوة يعني صافي يموت يجاد يماس يجاد 3 بوثماثنيس. المسألة بسيطة. بالنسبة للفريضة الأولى مات وترك أما الأم كم ترث السدس لوجود الجمع من الإخوة لأن الأم ترث السدس في حالتين. الأولى عند وجود الفرع الوارث مطلقا للمورث كي نقول مطلقا يعني سواء كان ابنا أو بنتا أو بنت ابن أو ابن ابن مهما نزل. أو في الحالة الثانية عند وجود جمع من الإخوة والأخوات مطلقا. حينما نقول مطلقا يعني ممكن إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات أو إخوة من جهة الأب أو أخوات من جهة الأب أو إخوة من جهة الأم أو أخوات من جهة الأم أو مختلطين. يعني كلمة مطلقا لخصت فقرة كاملة بدل أن تقول أو يقول لك مطلقا لأنه كاين لو كود في علم الفرائض بالكود كي تقول مطلقا معناه مطلقا معنى جميع الاحتمالات الممكنة. طيب في الفريضة الأولى مات وترك أما وأربع إخوة. ما هي الفريضة؟ الأم ترث السدس لوجود الجمع من الإخوة والأخوات والباقي تعصيبا لأن الإخوة هم عصبة بالنفس يقسم الباقي على عدد الرؤوس والسلام. إذا كان هناك انكسار تصحح باعتماد العلاقات المعروفة علاقة التباين علاقة التماثل علاقة التوافق وعلاقة تداخل 4 علاقات. نستخدم علاقة من العلاقات من أجل تصحيح الانكسار سواء إذا وجد على مستوى الطبقة الواحدة أو طبقتين أو 3 طبقات أو أكثر من ذلك. يعني ثمسة سهلة مامان وين ثم زوارو إيجاد يما ساكو 4 وثماثنيس هذا وين الباقي على عدد الرؤوس. المسألة الثانية كيف يموت يون إيجاد الصفة لم تتغير أم زورثين ذي يماس وكذا ذي يماس ذا غوياض الورثة النظام صفتهم واحدة ذا 8 ورفد لا الصفة ثقيم كان كنيث الله صافي ذيني سهلا ولكن يموثن أدنيني يجاد معنى صاحبة السدس والباقي 3 إخوة الشقة بمعنى تقسم على 3 يقسم على 3 الباقي حسب عدد الرؤوس لأنهم عصبة بالنفس ثمسة تفرى وحدث ثدس فرز. في كذاكي هناك حالات أخرى كهذه ما فيهاش إشكال في مسألة سهلنت ولكن دا ثعار ميلا تبدل الصفات وتتبدل المواقع. ممكن ذاكي واحد يكون أخ ذاك يبدل ذاكي تكون زوجة ذاكي تورث الأم عندها الصفات الزوجية في الفريضة الأولى. في الفريضة الثانية تولي صفتها لأن الذي مات هو ابن أو بنت صافي الذي مات الأول هو زوجها صح نقول مات وترك زوجة نديروا كم زوجة أما بنت إلى آخره. حينما يموت أحد الأبناء
هذيك اللي كانت زوجة في الفريضة الأولى تصبح أما، لأنه الذي مات هو ابنها. هو تغيرت الصفات نتاع أصحاب الفروض. وكذلك هناك ورثة جدد، اللان الورثة إجديدا. أما التركة فحدث عنها ولا حرج. نعطي لكم مثال. مثلا هؤلاء إخوة مات باباهم الله يرحمه، خلى لهم قطعة أرض إجيسن داخل. ركزوا معايا، أكال بور داخل ماهوش مبني ماهوش مغروس. واحد من الإخوة واش دار؟ راح خذا القطعة الأرضية، واحدة منهم خير أحسن قطعة، بنى فيها عمارة وفيها مركز تجاري، فيها مكاتب، فيها كل شيء في القطعة الأرضية اللي فيها مثلا 400 متر مربع. اتفقنا؟ بعد 30 سنة هؤلاء يروح يقسموا التركة. كي وصلوا القطعة الأرضية هذيك هاو تغيرت، باباهم خلاها ما هي مغروسة ما هي مبنية. بابا سني جاتي ذاكل ولاش ذيك سلفني ولاش ذيك 6 جور. يون السيسن يخدم سونتر كوميرسيال، يبنى مركز تجاري إلى آخره. أروحوا أنتم تفريوهم كي يروحوا يقسموا التركة، وهذاك اللي بنى يقولوا مجمعة هذه 400 متر أنا نديها وحدي، ديروا الفريضة نتاعكم. إذا كان أنا يا حقي 800 متر، هاو 400 ديتها، زيدوا لي 400 متر وين حبيتوا. لا صاجيس الحكمة ما شاء الله. وكي تسمع الآخرين يقول له حبس، انت خيرت 400 متر اللي مليحة وبنيت فيها عمارة. كما قال لهم واحد، قال لهم شوفوا أنا ندي 4 مترات هنا، يا أخي 4 مترات نتاعي في 400 متر هذيك. قالوا هما الأرض 4 مترات نتاع بابا والسماء نتاع ربي. نسى الحقيقة كل شيء نتاع ربي. تعرفوا واش قال له؟ هذه واقعة. قال له أنا هذه 4 مترات واش لقيت فوق 4 مترات كاع نديه. مفهوم؟ يعني تصح له كاش 200 مليار ولا خاطر يطلع هو 4 مترات. يقول لك رانا متفقين، انا ناخذ غير 4 مترات اللي خلاها لي بابا، اذاوي 4 مترات يدي جافافا، ولكن ندث بيضه كلاقي لهان إناكن كاين لان سفلى 4 مترات اثاويغ في حونه اي ندو في غذقني اثاويغ. بمعنى هنا يبدأ النزاع. شفتوا تباين المصالح؟ صدقوني يا إخواني، أنا أعلم أنكم تعلمون، ولكن نستقبل قضايا بالآلاف، ماشي على مستوى 58 ولاية، لا، على مستوى الجزائر وخارج الجزائر. قضايا في علم الفرائض في غاية التعقيد، خاصة في مجال المناسخات. لازم لي زيكسبير يحضروا ولي صاج العقال يحضروا، منين الخير. على مستوى القضاء لا تحل في قضايا عندها 50 سنة. على مستوى أروقة المحاكم بلا حل. وفرون ترى ما الميث حكم فلاس، أم بعد يخدم اكسبيرتيز كونتر اكسبيرتيز، الخبرة والخبرة المضادة بلا حدود ولا سدود، اعتمادا على القانون رقم 0809 اللي هو قانون الإجراءات المدنية والإدارية، واعتمادا على قول 7558، واعتمادا على قانون 8411 المعدل والمتمم بالأمر 0502. يعني تدخل في معارك قانونية وروح فروت. الحل الوحيد يكمن في الآية 128 من سورة النساء: والصلح خير. ويكمن في الآية
65 من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآن نعطي لكم مثال لتوضيح هذه المناسخات. اختار مثالا بسيطا، لأنه مع تعدد القبور تكون هناك المناسخات، فكل قبر ينسخ القبر السابق، وهكذا تتحقق المناسخات وتتناسخ الأيدي المواريث، أي تتناقلها، والفريضة اللاحقة تنسخ الفريضة السابقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتحتاج هذه المناسخات إلى تركيز تام، concentration totale، وتحتاج إلى استحضار جميع أحكام علم الفرائض بلا استثناء، يعني معرفة أصحاب الفروض جميعا، ومعرفة كذلك ما يسمى بالتقسيم الذي شرحناه، النوع الأول والنوع الثاني، إما عن طريق طريقتي الترقي أو التدلي. النوع الأول اللي هو الثمن، ضعف الثمن هو الربع، ضعف ضعفه اللي هو النصف أو السدس، ضعفه الثلث وضعف ضعفه الثلثان، بطريقة الترقي ثم طريقة التدلي أي النزول، مع استحضار العلاقات، علاقة التباين، علاقة التداخل، علاقة التوافق، وعلاقة التماثل، مع احترام القواعد الخاصة بكل علاقة من أجل تصحيح المسألة عند حصول انكسار على مستوى الطبقة الواحدة أو على مستوى مجموعة من الطبقات. وكذلك استحضار أيضا مسألة أخرى اللي هو معرفة أصحاب العصبات جميعا بأنواعها، العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير، ثم استحضار أيضا ذوي الأرحام. ذوي الأرحام بالنسبة للشريعة الإسلامية واسعة جدا. بالنسبة للقانون الجزائي المذكور 84/11 المادة 168 لم تستوعب طبقات، جميع طبقات ذوي الأرحام، اكتفت فقط بالطبقة الواحدة. معنى فهذه المادة تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى إثراء في اللقاء القادم أو في التعديل القادم إن شاء الله لهذا القانون المذكور، يعني في خدمة كبيرة بزاف. ثم حاجة أخرى أيضا، نحتاج إلى جرد جميع الممتلكات، المنقولات والعقارات، مع اعتماد قواعد التخارج إلى قدم سفاغا وتساوي ضرر 4 مثلا نغ 40 الورثة أصن تفك الطخم 29 متر أم كرا عشن ذيكس نغاصن تفك تراكتور جراسن، نغاصن تفك ضيون الفير، نغاصن تفك ثزمورث، لا يمكن. لذلك إلى قد نطبق قواعد التخارج كما شرحنا في اللقاء الآخر في موضوع التخارج. الآن تابعوا معي هذه المسألة في المناسخات. ماتت امرأة، تابعوا معي الفوق. ماتت امرأة عن مثلا، نقولوا ماتت في 2020، نديروا حاجة صغيرة يعني ما نروحوش إلى قرون، ولا ماتت امرأة عن في سنة 2020. معلش نكتب التاريخ مثلا هنا، نقولوا سنة 2020. ماتت هذه المرأة وتركت زوجا، هذا الزوج، وتركت أبا، وتركت أما، وتركت بنتين. هذو هما الورثة نتاعها. ثمطو ثقي يموت تجد رقازيس، تجد باباس، يماس، سناث يسيس. أول حاجة نديروها هو استخراج الأنصبة. الزوج يرث الربع. لماذا الربع؟ لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث اللي هما البنتان. يرث الزوج الربع لوجود البنتين. تجي في التعليل. الأب يرث السدس معنى فرضا زائد الباقي تعصيبا بائعين. درنا هذه الحروف رمزية باش نتفاهموا. تركت
يعني تركت أبا، الأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. أنتم تعرفوا الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والندب لكلمة الولد لفظ مشترك يستوعب الذكر والأنثى معا. أما تقشيش أما تقشيش، ما دامت جا تقشيش صافي السدس. ولكن ممكن تقول لي علاش زدت الباء عين؟ لماذا؟ لأن تأتي السنة فتبين. لا يمكن الاستغناء عن السنة النبوية على وجه الإطلاق نقلا وعقلا، لا يمكن على وجه الإطلاق. ما ينطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو وحي، إن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، معناتها إذا تركت المرأة، لو تركت ابنا الأب يرث السدس فقط فرضا، ولكن إذا تركت أنثى يعني بنت أو بنت ابن مهما نزلت، فإن الأب يرث بصفتين: بصفة الفرضية السدس فرضا، والباقي بصفة التعصيب باعتباره عاصبا بالنفس. المعني يسدقي ساعة سنة الصفات هذه يورث خاطر صاحب فرض، هذه يوثي ستة، من بعد غادي كوفري أو كذوي قاذي عند العصبات هذه يويسن. هذا هو الأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. الأم كم ترث؟ السدس فرضا. سمعت الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. البنتان يورثوا 2/3 دوتير. هذه اللي قالها ربي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، يعني 2/3. أصل المسألة هو 12، على خاطر العلاقة بين الربع هنا السدس مع السدس، العلاقة بينهما هي علاقة التماثل. أما العلاقة بين 6 والعلاقة مع 3 هي علاقة التداخل، أي 3 دخل في 6، والقاعدة تقرر أخذ أكبر عدد. الآن المشكلة بين 6 و4، 6 و4 كلاهما عدد زوجي، كلاهما يقبل قسمة على نفسه ولا يقبل قسمة على الآخر، ولكن 4 مقسومة على 6 يساوي 0. ما نقبلوش الفواصل هنا أو الكسور، وكي نقسموا 6 على 4 يعني 1. إذن مرفوضة هذه في علم الفرائض في هذه المرحلة. ماذا نصنع؟ نديروا علاقة توافق. العلاقة بينهما يعني هي علاقة توافق، والوفق بينهما هو 2. نعم، نأخذ مقام الكسر الأول 4 مقسوم على 2 الناتج مضروب في مقام الكسر الثاني، يعني 4 مقسومة 2 يساوي 2 في 6 يساوي 12، أو 6 مقسومة على 2 يساوي 3، والناتج 3 في 4 يساوي 12. يعني المسألة بسيطة. هاي 12 هنا، وبعدين نقولوا الزوج يرث ربع 12، يعني 12 في 1 على 4 في 4 12 3. ها هذه تسمى الأسهم 3. الأب عنده السدس 12، لو ان سيزيام من 12 معناه يساوي 2. 12 مقسومة على 6 يساوي 2. بنتان معنى ثلثي 12، معنى 12 مضروبة في 2 يساوي 24 مقسومة على 3 يساوي 8. هذا هو ثلثي 12. ثلثي 12 هو 8، هي مكتوبة. الآن تبعوا معايا، نجمعوا 8 زائد 2 يساوي 10، زائد 2 يساوي 12، زائد 3 يساوي 15. هاي 15 مكتوبة بالأخضر، معنى نقولوا المسألة عائلة، أي عالت من 12 إلى 15. احنا قرينا موضوع العول، قلنا أن الأصول التي تعول هي 3. ما هي الأصول التي تعول؟ جماعة الخير فكرونا، هناك أصول لا تعول، لا تقبل العول، لا تقبل الزيادة، ولكن هناك أصول تعول. الأصل 6 والأصل 12 والأصل 24. الأصل 6 يعول شفعا ووترا، يعني فردا وزوجا، ذكرناه هكذا. الأصل 6 يعول إلى 7، يعول إلى 8، إلى 9 إلى آخره. أما الأصل 12 يعول إلى 17 وترا لا شفعا، فردا لا زوجا. معنى كي تلقى العدد 12 لازم ممكن يعول يطلع لوين؟
إما ل 13 إما ل 15 إما ل 17 فقط. يعني لو كان تلقى هنا أنت 14 ولا 16 ولا 18 اعلم بأنك على خطأ، أتزرد بيت غلظوظ. معناه علم الفرائض من أسراره، عنده أسرار كثيرة، يعطي لك القواعد أنت تصحح لنفسك. شيني أريكوريجيني ماني كتزرد ما تغلظوظ نغوث غلي الضارة. لذلك مادام عالتي إلى 15 هذا العول مشروع ليغال، مشروع، اتفقنا. نبقى هنا. ولكن في 2020 هذه الفريضة لم تطبق، ما داروهاش أصلا. وحنا ذكرنا قبل حين أن المناسخة هذه سببها هو إرجاء أي تأجيل قسمة التركة إلى سنوات لاحقة، وبعدين هو نكون في حالة اضطرار لتطبيق قواعد المناسخات، لأن كل أصل مسألة ينسخ الذي قبله، وقد شرحنا معنى النسخ لغة واصطلاحا. يلا في سنة 2025 نديرو هنا 2025 2025 توفي هذا الزوج. إذن متى توفي هذا الزوج؟ أرجز نتمطوثني يموت 2025. ماذا ترك؟ الورثة نتاعو تبعوا معايا، والورثة نتاعو هذون. ممكن تقول لي يا أخي الزوجة هذه ماتت، نقول لك عاود الزواج، هذا ما كان. فهمت المسألة كيف؟ خطر أحيانا الإنسان يصدم، يقول كيف تغيرت الصفات. أنا ممكن نجيب لكم مسائل أخرى ما فيهاش زوجة، ولكن اخترت هذه المسألة لأنها بسيطة جدا، وهي من الناحية المنهجية في لا ميثودولوجي. هذه المسألة تساعدنا جدا على فهم طرق حل المناسخات. خطر فيها من العول، خطر ممكن أعطيك مسألة ما فيهاش عول، ولكن فيها مسائل فيها عول، فيها مسائل فيها رد، فيها مسائل فيها عول مع رد. وهناك كاين قواعد كلها تستجيب لجميع الاحتمالات الممكنة عقلا. واش خلى هذا الزوج؟ خلى زوجة أو جبناها هنا، خلى يماس، خلى أخت شقيقة شين، خلى أخت من جهة الأب. ركز فقط على ما تقرأ، فقط ركز عليه. نديروا فريضة أيضا مستقلة هاوية هنا. الزوجة ترث الربع. لماذا الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أنت ممكن تقول لي هو البنتان، نقول لك البنات هذون نتاع هذيك الزوجة الأولى. ثانيا ممكن البنات هذوك ماتوا. حنا نركزوا فقط على لي دوني اللي نسمعوها برك. لو كان تحاول تبعد على هذا الأمر تتشتت، تولي بدل أن تستوعب المسألة وقواعدها تفكر علاش الزوجة علاش الزوج. ما ديرش، ما تخممش عليها، طبق فقط أو ركز على ما تسمع وما تقرأ. إذن نديروا الفريضة عادي. الزوجة كم ترث؟ الربع. لماذا الربع؟ لعدم وجود الفرع وارث. حنا الذي يهمنا هي تشكيلة الورثة. خاطر درت هنا بين 2020 و 2025 هاو كاين أحياء مناسخة بعد 40 سنة. شحال اللي ماتوا. أنا جبت غير حاجة بسيطة. المهم الزوجة ترث الربع. الذي يهمنا أنه ما كانش هنا أي فرع وارث، لذلك تأخذ نصيبها الأكبر. والزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لو كان فيه فرع وارث ترث كم؟ الثمن، الثمن. إذن الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث. أما الأم ترث السدس، أتورث يماس 6. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة والأخوات. هنا أخت شقيقة مع أخت لأب، ودائما النسبة تعود إلى المورث.
شفاو مليح؟ كي تقول الأخت، نقول لكم بيني وبينكم والمشايخ أكيد سيؤكدون ما أقول، على بالكم أصعب سؤال كي يجي واحد يطرح لك مسألة في الفرائض مستحيل تفهمه إلا إذا كان هو يفهم، وإلا ما يفهم يخلطها لك. أكيني مثلا أكيني يموت بابا يجا دقمة، واش دخلك أنت؟ طريقة غلط منهجيا، طريقة طرح السؤال خطأ. ما تقولش يموت بابا يجا دقمة، أنت ميت. نسب المتوفى المورث، تقول له كيفاه؟ وطبعا هذه المسألة مشتركة كلنا إلا من رحم ربي، ماشي مربوطة بالدبلوم بالشهادة لا 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 لا، صعبة، لأنه هو يطرح السؤال بالنسبة ليه. كي يموت بابا يجا دقمة أو كسنات يسمع يتزوج ديوف يقول لك أمور لا معنى لها، يقول لك تزوج واش دخلنا تزوج وتزوج راه ساعة دري أشي رانا تزوج رانا ركازيس لاباس به. فهمت الرسالة؟ أشيني بابا يموت يجا يستمع جوج انت ياك يرنا هنا انت هنا ربك خامن سنت اش انت خصن يثيق هذيك معلومات لا معنى لها، وانتم عارفين ما المراد يعني اللي بيقول بالإشارة يفهم. إذن هنا الزوجة معنى زوجة المورث هذا، وبعدين الأم يعني أم المورث، المورث هذا يماه عندها السدس لوجود الأختين. الأخت الشقيقة ترث النصف. لماذا؟ لثلاثة أسباب. الأول لانفرادها، خاطر واحد سيث لا. السبب الثاني لعدم وجود عاصب أو معصب ولا شيء كما سيدس، وإلا تنتقل إلى التعصيب بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. السبب الثالث، السبب ثلاثة، لعدم وجود حاجب. هذا هو الجواب الصحيح. لازم التعليل. بالمناسبة جميع الموثقين في 58 ولاية وجميع الموثقين في العالم لا يعللون، ما كاش تعليل. يعطي لك الفريضة وتربح، والله ما تفهم فيها ترنت، ما يفهمها لا المحامي ولا الورثة ولا القاضي ولا البروكيرور ولا شيء، وهذا هم كبير. لذلك عندنا فرائض خاطئة، يعطي لي دوني اللوجيسيال يلا، وبعدين كان يجي واحد يقول له فيها خطأ، يقول لك كيف انت تعرف كثر اش بيك، يبغى يسكتك يعقدك، يروح لك سهم واحد، بالك السهم الواحد فيه 27 مليار سنتيم وفيه 45 هكتار، سهم واحد. أنا أقول هذا الكلام تبرئة للذمة، لأن الفريضة كيف تأتي؟ يقول لك أصلها 24 وتصح من 168 تربح، هذا يخسر فلوسه وتصح. مع انتهى اللي يعرف علم الفرائض يفهم بأن المسألة فيها انكسارات ثم صححت جبرت، فصار أصل المسألة الجديد الذي يتعامل معه الموثق النوتير والخبير ليزيكسبير، أما ذي الفينونس أما ذي الفونسي، لأن الإكسبير فونسي ربما فيه هنا دي زيكسبير وأكيد موجودين أرى بعضهم، لأن ليزيكسبير أجري معتمدين في المحاكم الجزائرية ما يهموش الإكسبير يطبق الفريضة داخل الكونتوني، ما يهموش وماشي مطالب باش يعرف، هو يخدم خدمته إكسبير في الفونسي فقط، يعرف الأراضي الصالحة للزراعة، الأراضي الصالحة للعمران للبناية، الأراضي الصالحة للتجارة إلى آخره، القيمة التجارية نتاعها، إذا كان في حوان تقيمهم، إذا كان فيها عمارات هذه خدمته. إذا كان في الشركات أيضا يجيو لي زيكسبير في لي فينونس يقيم لك الشركات القيمة وكذا، كل واحد وخدمته. المهم لو نتكلموا على مستوى الفريضة. لماذا طولت؟ باش نقول نتمنى نرجو أن يكون التعليل في الفريضة. لماذا؟ ليفهم الورثة الأسباب فتطمئن قلوبهم. ذا ثورة الأخت الشقيقة ترث النصف
لانفرادها وعدم وجود عاصب وعدم وجود حاجب. أما الأخت لأب والتمس باباس ترث السدس فرضا تكملة للثلثين، طبقا للآية اللي شرحناها قبيلة باختصار: للذكر مثل حظ. بعدين قال: فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، 2 تير، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن الآية ذكرت الثلثين وذكرت النصف ولكن لم تذكر السدس. فهذه الآية القرآنية لا يمكن أن تفهم على وجه الإطلاق إلا عن طريق الرياضيات، وبالذات عن طريق قواعد ما يسمى بالمعادلات ذات المجهول الواحد. يعني النصف زائد إكس يعني س يساوي 2 تير، خاطر ربي اللي قال ثلث ما ترك. وبعدين عن طريق هذه القاعدة نستوعب القيمة اللي هو السدس. هاي السدس لو سيزيام نقولوا الأخت لأب ترث السدس تكملة للثلثين. الحمد لله. نروح درك المرحلة الأخرى، نخرجوا أصل المسألة. هاو أصل المسألة، تبعوا معايا. 12 خاطر كاين الربع مع السدس مع النصف مع السدس، بلا ما نتعبكم. 6 مع 6 علاقة تماثل، 2 مع 6 علاقة تداخل، 6 مع 4 علاقة التوافق. كي نطبقوا قواعد علاقة التوافق نخرجوا 12. هذا هو أصل المسألة، ألف ميم. وبعدين نخرجوا الأسهم. الزوجة ترث ربع 12 اللي هو 3 أسهم. الأم ترث السدس 12 اللي هو 2. الأخت الشقيقة ترث نصف 12 اللي هو 6. الأخت لأب ترث سدس 12 اللي هو 2. الآن جمعوا 2 عدد الأسهم زائد 6 يساوي 8 زائد 2 يساوي 10 زائد 3 يساوي 13. عالت إلى 13. كيما هذه عالت من 12 إلى 15، هنا عالت من 12 إلى 13. متفقين؟ الحمد لله. الآن واش نديرو؟ خاطر نضرك في 2025 نروح نجيبو هذا 13 المسألة، يعني العدد الذي عالت إليه المسألة الناسخة للمسألة الأولى، فنضربه في أسهم الورثة حسب الأصل القديم اللي هو 15. هاي 2 مضروبة في 3 في 13. هاي 13 جبناها 13 2 في 3 يساوي 26 سهما. طيب هنا لازم كتبوا سهما. سهما كيف. طيب منين جبنا هكذا نسيت. منين جبنا 26 هذه؟ رفدنا 2 سهما، 2 سهام في المسألة الأولى مضروبة في 13 يساوي 26 سهما. هذه قاعدة من قواعد المناسخات. معنى نأخذ الأسهم القديمة في الفريضة المنسوخة نضربها في الأصل الذي عالت إليه المسألة اللي هو 13. لو لم تعل المسألة نضربه في أصل المسألة، لأنه احنا عندنا 3 احتمالات: ألف باء جيم. إذا كانت المسألة عادلة معناه يكون مجموع الأسهم يساوي أصل المسألة عادي. أما إذا كان مجموع أسهم الورثة أعلى أزيد من أصل المسألة نقول المسألة عائلة. أما إذا كان مجموع سهام الورثة أقل من أصل المسألة نقول المسألة قاصرة، يعني المسألة ردية. نتعامل وفقا لهذه القواعد مع أصل المسألة
أو باء مع عولها أو مع ردها. إذن الآن نتعامل مع الأصل الذي عالت إليه المسألة وهو 13. لاستخراج الأسهم الجديدة حسب هذا الأصل الجديد نقوم بضرب الأسهم القديمة هذه في الأصل الذي عالت إليه المسألة في المسألة الثانية، القبر الثاني. 2 مضروبة في 3 13 يساوي 26 سهما. الأم عندها 2 مضروبة في 13 يساوي 26 سهما. البنتان عندهم 8 مضروبة في 13 يساوي 104 سهما. توقفوا هنا. ولكن كيف نستخرج الآن الأسهم الجديدة بالنسبة للمسألة الجديدة القبر الثاني؟ نأتي بجزء السهم، هذا هو 3 ذاك جزء السهم، أي غير جزء السهم، خاطر ذي 3 ياكي إدي جاور كازاكي أرى نفضو في الوراثة ناس سي لوجيك. ذيش نفضو أصنفضو موريس لو كان نفضي ذي الوقت الني أيفان أين ديجا داين، ولكن نرفينا راسي لانديفيزيون، راهم في حالة لانديفيزيون يعني في حالة الشيوع. طيب إذن لوجيكمون منطقيا نأخذ فقط حصته نقسمها على ورثته، ولكن بهذه القواعد الفرضية الرياضية. يلا هاثن نبويد 3 ياكي هي التي نضربها على الأسهم التاع الوراثة نتاعو. سي لوجيك منطقي، ما تجيبش حاجة أخرى، لازم تجيب هذوك الميراث نتاعو ليريتاج نتاعو يتقسم على ورثته. هذا هو التفسير، هذا هو السر. 3 هاي جبناها ديرها شغل فلاش، هاي فلاش هاي فلاش هاي فلاش فلاش تبعها برك، هاي جبناهم لهنا. نجيرو الزوجة عندها هنا 3 مضروبة في 3 يساوي 9. الأم عندها 2 مضروبة في 3 يساوي 6. الأخت الشقيقة عندها 6 مضروبة في 3 يساوي 18. الأخت لأب عندها 2 مضروبة في 3 يساوي 6. ماذا نصنع الآن؟ نستخرج الأصل الجديد، إما نؤخره كما فعلت أو نقدمه. هذه 195 هذه منين جات؟ نأخذ أصل المسألة الذي عالت إليه في الحالة في القبر الأول اللي هو 13 15 نضربه في 13 الأصل الثاني الذي عالت إليه المسألة في القبر الثاني. 15 في 13 يساوي 195. كيفاش سميناه؟ ألف ميم جيم، أي أصل مسألة جديد، ويسمى في المناسخات الجامعة. هي أصعب حاجة أنك تصل إلى الجامعة، هذه أحيانا تصل إلى الجامعة الهيه حوالي 20 متر من الهيه. وطبعا كنت نتشاور مع الإخوة هنا في المسجد كيفاش نديروا. كان المفروض نبداو مسألة من الهيه نختموها الهيه مع الفجر إن شاء الله تعالى، نكملوها بإذن الله مع صلاة الفجر نكملوها. ولكن من بعد قلنا صعب، ما لا يدرك كله لا يترك جله. لذلك جبنا مسألة مليحة سهلة مهلة وعليها القياس. يا أخي تعرفوا القياس مصدر من مصادر التشريع، مصادر التشريع القرآن السنة وبعدين الإجماع وبعدين القياس. إذن عليها بالقياس لا من الناحية الشرعية لا من الناحية المنهجية. ممكن تغلط أنك تضرب 12 في 12 خطأ، ممكن تضرب 12 في 13 خطأ، ممكن تضرب 15 في 12 خطأ. ما تتعاملش مع هذو ولاو راحوا كأنه هذوك هذه منسوخة، تولي هذه ما كانش، تولي هذه ما كانش. نتعاملوا مع هذو الخضورة 15 مع 13 الأصلاني اللي صار عندهم العول. كي نضربوا 15 ضرب في 13 حبس. العلاقة بينهما كتبت الفوق عين تباين،
شغل دياغنوستيك، تشخيص، علاقة تباين. خطر أحيانا ما معنى التباين؟ معنى الاختلاف. يا إما يكون عدد زوجي مع عدد فردي، هذا يسمى التباين. نقول لك 4 مع 7، باين تباين، لازم ضرب في هذا في هذا، 4 في 7 21. ممكن يكون كلاهما عدد زوجي ثم يكون توافق، وممكن كلاهما عدد فردي كما هنا 15 و13، ذاك 15 ذاك 13 نضربوا 15 في 13 لأن العلاقة بينهما هي علاقة تباين. الناتج هو 195 ألف ميم جيم أو هي الجامعة. كي نجمعوا هذون نلقاو سوا. أجمع 26 مع 26 مع 104 109 مع 9 6 18 6 لازم تلقى 195 سوا. سي فيريفي، ليكسبرتيز قالت سي فيريفي. لو كان ما تلقاش 195 معنى راك غلطان، معنى وحدك أنت ابحث عن الخلل. وحدك كان أدا فضا دات الشظوظ أنت تغلط. وهذه هو سر من السر علم الفرائض، هو هذا. وحدك كان المهم ساعد القواعد تبعيث أتصوض تفراث يوفقا شرعيث. إذن هذه هي طريقة تاع المناسخة، طريقة حل المناسخة. ولكن هناك طرق أخرى أيضا مشروعة، لا من ناحية الشريعة ولا من ناحية علم الرياضيات. وبالمناسبة كاين مسائل طبعا لا الوقت يسمح ولا طبيعة مثل هذه المجالس العلمية باش نفصل فيها، ما نقدروش، ولكن نكتفي بهذا. فما لا يدرك كله لا يترك جله. ما درسناه وما شرحناه يكفي لاستيعاب جميع مسائل الفرائض في دار الدنيا الفانية. الآن كلمتي الختامية، نقول بأن علم الفرائض هو علم جليل القدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه أول علم يرفع. في رواية أخرى فإنه أول علم يرفع. لذلك علم الفرائض ذي العلم سعنزل ذم قرآن سمسني ثم قرآن تيجي حوجنا القم انت مسني في السناث. لن تتصن التمثال إذن فذر ذي دروس النيادان الثميري النيادان معنى ثورة أتصن التمثال ذلولو في التمثال نغذي الملايين التمثال يكزمرنا ذورون ذي الدونيث النغ. ثمثلة النظام أنه علم الفرائض يوزع الأموال، يوزع التركات. ورب سبحانه عز وجل أعطالنا هذا العلم الجليل الذي لا مثيل له لا في جميع الحضارات ولا الفلسفات ولا القوانين القديمة، لا في قانون حمورابي ولا في القوانين في الألواح الاثنى عشر ولا في الحضارة الفينيقية ولا البابية ولا الأكادية ولا الرومانية ولا الإغريقية اليونانية ولا المصرية القديمة على وجه الإطلاق. هذا العلم موجود فقط في الشريعة الإسلامية، ورب سبحانه من خلاله يوزع المواريث. هذه العقارات والمنقولات تنتقل من المورثين إلى الورثة، والورثة سيصبحون مورثين ويتسجد سوى ألمد يوسف فيس. والله هو المالك الحقيقي لجميع الأموال لجميع الممتلكات. أما ملكياتنا نحن للأموال فهي ملكيات مؤقتة سيغر ذا ألمد يوسى ربي سبحانه ربي كان يورثن كلش. لذلك في سورة الحديد في الآية رقم 10 ربي قال: ولله ميراث السماوات والأرض. ذا ربي يورثن كل شيء. نكون أغيث فغار العقل أين نساعة نفضو شرعيث ستلويث أنفضو تركات ونفضو ثلاثة جمات، نقسموا التركات وما نقسموش الأسر وما نقطعوش الأرحام
وانسعوا القناعة، والقناعة كنز لا يفنى. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ذا كان لثير الدين. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي وفقنا لإنهاء هذا العلم شرحا وبيانا في هذا المسجد المبارك أبي على الزواوي تزيوز الجزائر. ذا الشكر موصول إلى أئمة هذا المسجد المبارك جميعا، سنبارك ربي كل الأئمة، وكذلك الشكر موصول إلى اللجنة الدينية وقال قد شن في الجامعة سنبارك ربي، والشكر موصول للإخوة القائمين على التصوير والتسجيل لنقل هذه المادة العلمية إلى الناس جميعا داخل وخارج الوطن. والشكر موصول لكم أنتم الذين حضرتم اليوم وجملتم هذا اللقاء بحضوركم. جزاكم الله خير الجزاء. أكون يفك ربي السر ذي سر ثلاثا سر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.